وبركاته. فيديو جديد وخمسة رياضة مع تيسير. الفيديو النهاردة هنبدأ بأخبار الأهلي والزمالك ونشوف إيه آخر الأخبار وتسريبات طارق يحيى والتسريبات المنتشرة الأيام دي اللي بقت كتير أوي في نادي الزمالك. ونبدأ ونقول رضا جيم رضا سليم لاعب الجيش الملكي المغربي اللي الأهلي تعاقد معاه جديد رسميا بقى في النادي الأهلي. والنادي الأهلي زي ما احنا شايفين بيدعم خطوطه بلعيبه، بيحاول يجيب لعيبه سوبر، لعيبه تفيده. وطبعا هو ناوي يعمل موسم زي الموسم اللي فات، موسم كله بطولات، 5 بطولات، مباراة واحدة هزيمة في الدوري. كولر عمل موسم مفيش أروع من كده. اللعيبة معنوياتها عالية جدا، اللعيبة متوافقة جدا مع بعض، متوافقة مع كولر، بينفذوا خططه. كولر بيحاول يختار اللعيبة الأمثل، بيحاول اللي هو ياخد قرارات بإعارات لبعض اللعيبة. بعض اللعيبة هتمشي اللي ما بتلعبش عشان هيجيب صفقات تانية. بيحاول يدعم خطوطه بأي شكل عشان الموسم الجاي يعمل موسم أحسن من كده إن شاء الله. وطبعا ده الطبيعي. وده لان دخل دلوقتي بيراميدز بقوه، وبيراميدز عامل صفقات قويه جدا. وطبعا بيراميدز لان القوه الشرائيه عنده موجوده، فبيشتري اللاعب بالسعر اللي هو عاوزه. يقدر يشتري لعيبه ويقدر يشتري لعيبه سوبر، فبيدعم نفسه لانه داخل بقوه وهيلعب في بطوله افريقيا العام القادم. ولو احنا فكرنا كده هنلاقي ان بيراميدز تقريبا خد مكان الزمالك، يعني دخل بقى قوة تانية في مصر في كرة القدم مكان نادي الزمالك، لانه بيقدر يدعم نفسه وعنده سكواد كويس جدا بينافس بيه طبعا، ويقدر ينافس اي نادي. عشان كده بنقول الزمالك لو فضل كده وما ظبطش نفسه وما جابش لعيبه كويسه ودعم نفسه ودعم خطوطه، هيبقى الوضع صعب جدا. لان عندك كده بيراميدز موجوده، هيدخل بعد كده زد، وعندك فيوتشر موجود، فرق قويه جدا، 4 فرق قويه جدا، ده غير الفرق الباقيه زي البنك الاهلي وباقي الفرق. وعندنا الاسماعيلي، عندنا المصري، عندنا الاتحاد، الفرق الجماهيريه ديت. فالزمالك لو ما دعمش نفسه وفضل بنفس الشكل وبنفس الاداء الفني، والمدرب اللي برضه لسه مش عارف يعمل حاجه مع القماشه الموجوده معاه، هيبقى الوضع صعب جدا. نيجي بقى لكابتن طارق يحيى. التسريبات تقريبا الزمالك عندهم الحنفيه مفتوحه تماما، الجلده بايظه بتاع الحنفيه. فكل يوم تسريب لميدو عن رضا سليم. الناس دي كلها يا جماعه اللي بيحصل لها تسريبات دي اعضاء مجلس اداره، يعني ناس مسؤوله في نادي الزمالك. فمش عارفين مين بيسرب، مين بيطلع تسريبات، ما نعرفش. المهم ان كابتن طارق يحيى في محادثه تليفونيه بيكلم واحد وبيقول له او بمعنى صح بيعترض على الاداره الموجوده، وبيقول له ان احنا ما فيش في ايدينا حاجه، ده اللي انا اقدر اعمله، وانا اعتذرت عن البرنامج الرئيسي في قناه الزمالك الاسبوع ده لان البهوات مسافرين. طبعا يقصد باقي الكباتن، الناس اللي مسافره تبع البطوله العربيه. فبيقول له احنا ما نعرفش نعمل حاجه، وهم ما بيسالوش حد وما بياخدوش راي حد، وده الموجود، واحنا مش قادرين نعمل حاجه، وده اللي اقدر اعمله. ده بيعكس لك حاجات كتير جدا، ان فعلا في علامات استفهام على اداره الزمالك، في مشاكل جوه نادي الزمالك بينهم وبين بعض اداريا، ان الناس الموجوده دي عباره عن صوره مش اكتر، وان رئيس النادي هو اللي بيدير كل حاجه في النادي، وهو اللي بياخد قرارات فرديه ايا كان بقى. هم مطالبين بس ان هم يوافقوا او مطالبين ان هم يقولوا حاضر، عشان طبعا اذا كان هيبقى ليه مكان في قناه الزمالك، ليه مكان في كعضو مجلس اداره، ليه مكان في النادي، ايا كان ده مضمون كابتن طارق يحيى. بس هو كابتن طارق يحيى المفروض اللي هو عضو مجلس اداره، فحتى لو انا في مشاكل زي دي مش الطبيعي اللي انا اخرجها او اقولها لحد او تطلع تسريبات زي كده وتتاخد عليا. فده طبعا بيقول لك او بيعكس لك الوضع اللي الزمالك فيه دلوقتي، او سبب الوضع اللي الزمالك فيه دلوقتي. اما كل واحد مش عارف يحافظ على مكالماته، مش عارف بيقول ايه. لا، الناس دي بتقول اي كلام، مش واخده بالها هي بتقول ايه، مش واخده بالهم هي فين. فده يعكس لك الوضع في نادي الزمالك. طب مين بيسرب له؟ برضه يعكس لك الوضع في نادي الزمالك. فالطبيعي عشان تبقى ناجح لازم مشاكلك تبقى
مقفول عليها. فانت لو فضلت على كده الزمالك هيقل عن كده كمان، وهيفضل في نفس حالته، بالتالي الموسم الجاي يبقى صعب جدا ينافس، وهي دي المشكله. لكابتن شيكابالا. كابتن شيكابالا في المباراة اللي فاتت مع الشباب السعودي، اللي هو الشباب السعودي كسب الزمالك فيها 1-0. كان من ضمن الاعتراضات وضربة الجزاء اللي جت طبعا، فهو كان بيقول، الكاميرا جابته بيقول ان لو عاوزين تكسبوهم نخرج. مين عاوزين يكسبوهم؟ هنرجع تاني بقى لايه، لنظريه المؤامره، وان تقريبا كل الناس بتأمر على الزمالك. ده فكر بعض الجماهير الزملكاويه، بعض اللعيبه، وفكر مجلس الاداره كمان. يعني الدنيا كلها متآمرة على الزمالك، والظلم وصل كده للبطولة العربية، ولو رحت هنا برضه احنا مظلومين، لو رحت هنا ده في سحر. ما ينفعش. مش كل الناس متآمرة عليك ولا حاجة، ولا كل قرارات الحكم المفروض تبقى ليك. مش كل قرار حكم هنعترض عليه. الحكام كلها مش معقولة، الحكام المصرية كلها مستواها الفني وحش، ومش معقولة الحكام الافريقية والحكام العربية كل مستواهم وحش، وكلهم مستنيين الزمالك، متربصين للزمالك عشان يخسروه. ده ما ينفعش. لو انا فضلت ككابتن فريق عندي الفكر ده، يبقى الفكر ده واصل للفرقة كلها، بدليل ان محمد صبحي وقف اعترض وما كانش عاوز يقف يتصدى لضربة الجزاء، وده كل ده ما ينفعش. فانا لما بلاقي كابتن فريقي بيقول كده، لازم انا طبيعي اعمل كده. ولما الاقي رئيس ناديه بيقول السحر او الاهلي بيكسب بالسحر، يبقى برضه انا لازم اقول كده. فالصح اللي انا اعمل ايه؟ الصح بدل ده كله ونظريه المظلوميه وكل الكلام ده، لا، انا ادعم صفوفي، اشوف لعيبه سوبر، اشوف ليه القيد الزمالك موقوف عن القيد، ليه الممنوع من القيد، ليه القيد واقف عندي، اسدد المديونات اللي عليا، اشوف ايه مين السبب اصلا في الحاجات دي كلها واعملها. والا هتلاقي نفسك مالكش مكان في الموسم الجاي مع التدعيمات اللي الفرق بتعملها دي، زي ما قلنا. وفي فريق طالع بقوه جديد اللي هو زد، وعندنا الاهلي هو بيدعم خطوطه بلعيبه كويسه. بس طبعا ده الطبيعي من الاهلي، واحنا متعودين من الاهلي على كده. الاهلي ما بيحبش يدخل بطوله ويخسرها، لما بيدخل بطوله هو المرشح الاول للبطوله. وفيوتشر طبعا فريق محترم، وعندنا دخل بيراميدز دلوقتي بينافس بقوه زي ما قلنا، وتاني دوري وهيشترك في افريقيا، في حين الزمالك هيلعب كونفدراليه. فده يقول لك ان في مؤشرات في الايام اللي جايه هيختلف الترتيب بتاع الكره المصريه. والاهلي زي ما هو في مكانه، الاهلي دايما محافظ على رقم واحد، او هو نمبر 1 في الكره المصريه. بعد كده بالترتيب بيختلف بقى. الزمالك دلوقتي بيتراجع، ومش عارفين هيفضل كده لحد امتى. ويا عم اوسيريو ظبط حالك كده، لان ايه الزمالك كده طبعا احنا يهمنا كاهلاويه حتى ان الزمالك يبقى في حاله كويسه عشان الدوري يبقى كويس، ان كل الفرق تبقى في حاله كويسه عشان الدوري يبقى كويس. احنا عاوزين الاهلي هو طبعا البطل، والاهلي دايما هو البطل، لكن لازم الفرق التانية تبقى كويسه عشان يبقى في منافسه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.